أهلا بكم في قناة صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد. اليوم بدي أحكي عن اللي هو مشروع ترامب. هذا المشروع اللي قال إنه خطوة حضارية ستؤدي إلى سلام أبدي، مش بس في غزة بل في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم. يعني اتفاق من 20 نقطة. لا كلمة مطلقا عن دولة فلسطينية، ولا حق تقرير المصير، ولا انسحاب إسرائيلي من كل الأراضي المحتلة. هذا يعني اتفاق أو مشروع استسلام كامل ومذل، مش بس للمقاومة الفلسطينية وإنما للشعب الفلسطيني. 20 نقطة ما فيها أي كلمة نقد لإسرائيل ولحرب الإبادة، ما في كلمة لوم واحدة لإسرائيل على قتل أكثر من 66 ألف فلسطيني في قطاع غزة، 30 ألفا منهم أطفال. ولا كلمة، ولا عن التجويع، ولا اعتراف بوجود حرب إبادة، ولا إدانة حرب الإبادة. هاي الشيء الصادم في هذا المشروع. والأصدم من ذلك إنه بتطلع دول عربية وإسلامية وبترحب فيه، يعني كأنه هو اللي بده يحل كل مشاكل العالم وكل مشاكل الشعب الفلسطيني. طب على إيش؟ ما في مطلوب من المقاومة إنهم يتخلوا عن السلطة ويتخلوا عن سلاحهم ويغادروا قطاع غزة، يغادروا بلدهم، يغادروا مسقط رأسهم، يغادروا أرضهم، يطلعوا. يعني إيش معنى هذا؟ معناه إنه إذلال بالكامل. يا تقبلوا بكل نقاط ترامب 20، وإلا ترامب سيدعم علنا حرب الإبادة الإسرائيلية. يعني يقول لإسرائيل خلصوا المهمة زي ما بدكم، إحنا هذا قدمنا لكم العذر ورمينا الكرة في ملعب المقاومة الفلسطينية. هذه هي كل الخطة اللي بيتحدثوا عنها. يعني طب بعد صمود سنتين، صمود أسطوري، وبعد عزلة إسرائيل الدولية بدها ترفع المقاومة الرايات البيضاء وتطلع وين تطلع؟ هذه أرضها. هذا هم عملوا المقاومة عشان يحرروا أرضهم، مش عشان يغادروا. هذا يعني إبلاء متغطرس جدا على الفلسطينيين. تخيلوا مين اللي أعد هذه النقاط 20؟ اللي أعدها 3 من أكثر الصهاينة العالم، اللي هو طبعا كوشنر وتوني بلير وكيتوف. يعني شيء غريب، يعني مسألة يعني هذول الناس هم اللي أعدوا الخطة. ما في واحد عربي قاعد معاهم، لم يستشيروا عربي ولا مسلم، لأنهم يحتقروا العرب والمسلمين. وبعدين طيب هي أي صراع في اثنين، في يعني اللي هو جانب، مثلا احنا بجانبنا في جانب إسرائيلي وجانب عربي. طيب ولا مسؤول ولا اتصلوا ولا حكوا مع أي مسؤول فلسطيني من أي حد من المقاومة. نزل هذا المشروع بباراشوت على المقاومة، ومعاكم إنه يا تقبلوا وإلا. يعني ممنوع تناقشوا، ممنوع تدرسوا، ممنوع تقولوا والله احنا بنعترض على هذه النقطة أو على هذيك النقطة. لا. وبعدين ايش كمان؟ يعني انه نتنياهو قال بس بعد ما وصل الى فلسطين المحتلة، قال بالحرف الواحد لن نخرج من قطاع غزة، يعني سنستمر، قواتنا ستستمر في قطاع غزة. رغم انه هذا القرار او هذا المشروع نص على اللي هو انسحاب تدريجي. طب ايش انسحاب تدريجي؟ مو غزة كله 150 ميل مربع، هي الاتحاد السوفيتي في عز عظمته حتى تنسحب منه؟ ما كلها يعني ما في مساحة أرض، بدها هاي مراحل. ليش مراحل؟ طيب انتم كان بدكم انه المقاومة تسلم سلاحها وتطلع وترفع الرايات البيضاء، طب ليش ما تنسحبوا فورا مثلا؟ هذا النقاط الأساسية اللي فعلا صادمة في هذا المشروع. وبعدين مين اللي بده يحكم؟ مين بده يحكم القطاع؟
لا السلطة هاي المتواطئة ولا حماس ولا أي فلسطيني. اللي بده يحكمها اللي هو مجلس سلام برئاسة ترامب. بدهم يحولوا قطاع غزة إلى ماخور، إلى منتجع هذه الأغنياء، بدهم يحولوه لريفيرا. يعني بمعنى هذا هو هي المطلوب منه. لما وترامب بده يرأس هذا المجلس السلام كسمسار عقار كبير، لأنه الله لا يشبعه، بده يعني يسيطر على القطاع ويبيع القطاع ويعمل مليارات من القطاع له لشركاته بعد ما يخرج من السلطة. هاي كل المسألة. يعني بدهم يستفيدوا من غاز غزة ويكونوا هم المسؤولين عن غاز غزة. اللي هناك يعني قراءات بتقول ودراسات انه يعني ستكون غزة من اكبر الدول او من اكبر 5 دول المنتجة للغاز. هذه هي الحقيقة، هذه هي. يعني طب بعدين يعني بدهم، طب اذا ما وافقت حماس انها تحل نفسها وتسل وترفع الرايات البيضاء وتطلع نبلي راسها من القطاع، يعني اذا ما وافقت ايش بدهم يعملوا؟ بده يعمل انه ترامب يقول لنتنياهو خذ هاي ضوء اخضر وخذ ضوء شرعي وروح ما تخلي فلسطيني في قطاع غزة. ونتنياهو قال هذا المشروع لكسر عزلة إسرائيل منبوذة، إسرائيل مكروهة في العالم. أجا كوشنر وويتكوف واللي هو كمان بلير أجوا عشان ينقذوا إسرائيل. هذه هي القصة، ويخربطوا كل الأوراق مرة ثانية، مش عشان انهم هم والله يوقفوا اطلاق النار. لا، ما بيهمهم وقف اطلاق النار ولا بيهمهم حرب الاباده. نتنياهو لم يعترف ابدا بانه بيمارس حرب اباده. ترامب هذا لم يقبل مطلقا بحل الدولتين، لم يقبل اطلاقا، ولم تذكر حتى حل الدولتين في كل النقاط 20. طب بقول لك والله يتعايش بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ما قال دوله، تعايش. ايش التعايش؟ كيف بدك تتعايش مع واحد قتل 66,000 من أهلك؟ كيف بدك تتعايش مع واحد يعني على الأقل في حوالي يعني 200,000 يعني جريح ومقعد؟ كيف بدك تتعايش مع واحد حقيقة دمر أكثر من 35 مستشفى ودمر كل القطاع وكل الأبراج وكل المنازل كليا؟ هاي مطلوب منا ننسى كل هذول ونغفر للإسرائيليين كل هاي. ابدا. يعني احنا يعني كسروا عزلة اسرائيل وبدهم يحطوا عزلة للشعب الفلسطيني وبدهم يبرروا المجازر القادمة للشعب الفلسطيني. هذه هي الخطة الاساسية، هذا هو المطلوب، انه الشعب الفلسطيني يكون رايح على المفرمة. هذا وانه اسرائيل انه والله اذا رفضوا خلاص اخذوا ضوء اخضر بالقضاء على كل الفلسطينيين. احنا يعني هذه يجب على حماس ان تدرس وان تعيد الدراسة وتظل تدرس وترفض هذا المشروع حقيقة. وهذول المسلمين والعرب الثمانية اللي اجتمعوا مع ترامب، هؤلاء يعني كيف يوافقوا على مشروع زي هذا؟ كيف بيوافقوا؟ ولا مسلم فيكم حيكون في كل الترتيبات، ولا عربي فيكم حيكون في كل الترتيبات اللي قصدت في قطاع غزة أبدا. بدهم يأخذوا القطاع، بدهم يحولوه لمشروع عقاري، بدهم يعملوا المليارات. لا، أنا شخصيا أنا بقول حقيقة يجب أن ترفض حماس هذا المشروع رفضا مطلقا، لأنه نتنياهو ما بده سلام، بده يقضي على الشعب الفلسطيني في القطاع، بدهم يمسح القطاع من الخريطة، لأنه في هذا القطاع يعني عمل أكبر انتصار في تاريخ الأمة واخترق كل الأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والشعب الفلسطيني سيصل إلى حقوقه الكاملة في إقامة دولته على أرضه الفلسطينية كاملة دون نقصان. هذا مشروع يجب أن يرفض، حتى لو كان حتى اللي هو البديل المزيد من الإبادة. لا، هذا لا يمكن أن يتم، ولا يجب أن يتم، ولا يجب على المقاومة أن ترضخ لهذا الاستسلام المهم والمذل اللي وتتخلى
عن سيادتها وتتخلى عن كرامتها وتتخلى عن الهدف الأساسي للانطلاقة، وهو التحرير والمقاومة. وهذه الأمة ستتغير، والله ستتغير، والله في النهاية سيكون النصر كبيرا جدا والأيام بيننا. لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات